السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم ما بعد. قال الله عز وجل عند استحكام الخلاف بين الرجل وزوجته: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. في هذا التوجيه القرآني فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها لا يكون ذلك إلا إذا استنفذ كلا الزوجين جميع الطرق الودية في حل المشكلة، ثم بعد ذلك يتم إرسال حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج على أن تتوافر في الحكمين بعض الشروط، منها الثقة والأهلية والصلاح. الثقة أن يكون هذا الحكم يؤتمن على ما يسمع، كذلك أن تكون متيقنا من أن هذا الحكم يريد لك الخير، كذلك من الشروط الصلاح أن يكون هذا الرجل مشهود له بالصلاح، والأهلية أن يكون هذا الرجل أهل للتوفيق بين الرجل وزوجته. يعني ما ينفعش أروح أجيب حكم يكون هذا الحكم قاتل زوجته وأجيبه عشان يصلح بين الرجل وزوجته، أو يكون هذا الرجل كل يوم تشوفه بيجري ورا مراته في الشارع بيضربها أو يسيء إليها أو مثل هذه الأمور. فينبغي للزوجين أن يختار كل منهما الحكم الذي سيرسل من طرفه، وليحذر كلا الزوجين من التخبيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من خبب امرأة على زوجها ولعن الله من خبب رجلا على امرأته، والحديث في صحيح مسلم. ومعنى كلمة التخبيب السعي في السعي في إفساد العلاقة بين الرجل وزوجته، سواء بالكذب أو بالخداع أو بالتغرير أو بقطع الأرحام إلى غير ذلك من هذه الأساليب التي يتجه إليها أهل الفساد. لذلك ينبغي لكلا الزوجين أن يكون دقيقا في اختيار الحكم، لأن الحكم لو افتقد شرط من هذه الشروط الثلاثة، سواء الثقة أو الأهلية أو الصلاح، ربما كان ضره أقرب من نفعه. إذن فالأصل في الحكمين أن يكون هدف كل منهما هو الإصلاح. هذا وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم. نسأل الله تعالى أن يهدي نساءنا وأن يربي أطفالنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولكل من له حق علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.